اهلا بكم متابعينا. هنا معنا العم باغر الباغر اللي مقدم الكاس السنويه اللي ما شاء الله دائما هنا في حي الهنداويه. نرحب فيك ونقول ما شاء الله تبارك الله، انتم برضو لحمه يعني يحتذى بها وصوره لابد ان تنتقل من الى كل احياء جده والى كل عمد جده. هذا التجمع الرائع الجميل اكيد له اهدافه واكيد انه له سماته المميزه. ايش تحب تقول بمناسبه هذا التجمع؟ والله بالنسبة الحمد لله الدورات هذه السنوية اللي بنعملها نحن لأجل شباب الهنداوية، والغرض منها إنه نجمعهم في الحارة نفسها، ما يخرجوا عن الحي حقهم، ونحن قد ما نستطيع بنحافظ على الجيل هذا، يكون جيل رياضي خلوق طيب يفيد البلد ويبعد عن أي شيء يعني يصير للبلد. والحمد لله نحن بنعمل معاهم المجهود هذا لاجل يعني يستمتعوا في حارتهم هنا مع عمدة الحارة ومع عيال الحارة. والحمد لله هنا كلنا في الهنداوية يد واحدة نحن، وإن شاء الله كلهم يصيروا ناس رياضيين مثاليين إن شاء الله. بعيد عن الرياضة سمعنا أيضا في تجمعات في الأعياد دائما تكون. الحي هذا ما شاء الله متميز، يعني قاعدين نشوف إيش التجمعات اللي تحرصون عليها دائما؟ والله الحمد لله إن كان زي المناسبة هذه آخر شعبان وعندنا فطور الجماعي نعمل ما شاء الله على شاطئ البحر في الحمراء، وغير إن شاء الله أول يوم العيد نتجمع كمان في الحارة هناك بنلعب ما شاء الله لعبة المضمار هذه، وفي الليل بنقوم وليمة عشاء لأعيان الهنداوية ما شاء الله بيتجمعوا مع العمدة، وما شاء الله الحمد لله يعني في مناسبات أخرى. هذا الكاس اللي اليوم قدمته ايه ما شاء الله تبارك الله تشكر عليه ما شاء الله. والله هذه فدامه هذه والحمد لله، وهذا قليل في شباب الهنداوية. بس بصراحة الكاس يعني راح للفريق اللي كنت تتمناه، والله كنت شجع الفريق الحمد لله. والله مو كذا الحمد لله كلهم الفرقتين اصلا فريق واحد هو، ونحن الحمد لله فخورين فيهم كلهم، وكلهم اصحابنا واصدقائنا الحمد لله. يعطيكم العافية، شكرا لكم. عفوك وبارك فيك، الله يبارك فيكم ان شاء الله، شاكرين ومقدرين لكم، بارك الله فيكم.